السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. أما بعد، فهذه لمع وإشارات من حياة شيخنا ومولانا الإمام مجد الدين بن محمد بن منصور المؤيدي رحمة الله عليه وبركاته. للعلم هيبته وللعلماء ولأهله فضل على الدهماء، هو حجة الباري على أملاكه، وبه لآدم حجة الأسماء. فإذا قعدت من التعلم مقعدا فقد انتهجت طرائق العلياء والعلم، ما نعم الأنام بظله أو زادهم من لحمة وإخاء. للعلم هيبته وللعلماء ولأهله فضل على الدهماء، هو حجة الباري على أملاكه، وبه لآدم حجة الأسماء. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. ختم الله الرسالات بنبوة النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكان لا بد طردا للحكمة أن يخلف النبوة من يرتضيه لدينه، وهكذا كان الأمر. ففي كل 100 عام هيأ الله للأمة من يجدد لها دينها، مصداقا للحديث النبوي المشهور: فمن حليف القرآن زيد بن علي عليه السلام إلى الإمام نجم آل الرسول القاسم بن إبراهيم الرسي، إلى إمام اليمن الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين عليه السلام، ثم مرورا بالإمام الحجة المنصور بالله عبد الله بن حمزة عليه السلام، والإمام القاسم ابن محمد صاحب شهارة عليه السلام، وانتهاء إلى الأئمة أحمد بن هاشم ومحمد بن عبد الله الوزير ومحمد بن القاسم الحسيني والمحسن بن أحمد عليهم السلام، المجددين للدين في القرن 13 وفي بداية القرن 14 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. كانت الأمة في موعد مع أعظم شخصية إسلامية في العصر الحديث، الذي سيجدد للأمة دينها وينفي عنها تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. مجد الدين بن محمد بن منصور المؤيدي، الإمام الحجة المجدد للدين، شاع في الآفاق ذكره وذاع صيته، وانتشر فضله حتى عرفه العام والخاص، لا يختلف عن الناس في لباسه، ولم يتميز عن الآخرين بمنزله وداره. كان يخالط المساكين ويخالطوه، ويجالسهم ويجالسوه، لم يترفع عن أحد بل رفعه الله، ولم يحتج في نشر ذكره إلى إعلام، فقد كان علمه ومناقبه هي السباقة إلى ذلك، فأينما تواجد كان الناس من يعرفه ومن لا يعرفه، ما إن يبصروه حتى يجتمعون حوله ويحفون به، تجذبهم أنواره وتأسرهم أخلاقه. ولا غرابة أن تجتمع فيه هذه الصفات، فما هو إلا فرع من شجرة مباركة
أصلها ثابت وفرعها في السماء. إنها شجرة النبوة والإمامة منذ إبراهيم الخليل عليه السلام وإلى اليوم. هنا الآية العظمى، هنا علم التبى، هنا عالم الدنيا، هنا حجة العصر، هنا مصدر الأنوار تلمع في الضحى، فواصلها تهدي السراة إلى الحشر. لقد كان من هذه الذرية في كل قرن وعند كل بدعة وبإزاء كل فتنة ومحنة حق صادع ولسان ناطق، وإذا لزم الأمر فشهيد سعيد أو شريد طريد. فلا غرابة تفرقت بهم لأجل ذلك الديار وتباعدت بهم الأقطار، فتلك مشاهدهم المزورة في شتى بقاع المسلمين تسطر معاناتهم في سبيل إحياء دين جدهم، وتحكي غربتهم في مكة والمدينة وفي الكوفة والبصرة وبغداد وفي المغرب الأقصى وفي مصر وفي طبرستان وجوزجان وفي آملة والري ولنجا. فمجد الدين إذن واحد من هؤلاء، ولا يستغرب الشيء إذا جاء من معدنه. والله ما بيني وبين محمد إلا امرؤ هاد نماه هادي، وأنا الذي عاينتم أحواله فكفى عيانكم عن استشهادي. هو مجد الدين بن العلامة الكبير محمد بن منصور بن أحمد، والذي يصل نسبه إلى الإمام الهادي عز الدين بن الحسن ابن الإمام علي بن المؤيد بن جبريل، الذي تنتسب إليه أسرة آل المؤيد، ابن المؤيد بن أحمد بن الأمير شمس الدين ابن أحمد بن يحيى ابن يحيى، الذي ينتهي نسبه إلى الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين بن القاسم الرسي، من ذرية الحسن السبط ابن أمير المؤمنين